ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل المولتو او الكرواسون الاقتصادي جدا جدا جدا. حاجه كده سهله ولذيذه وهينجح معاكم من اول مره. ولو انتم مبتدئين اعملوا الوصفه دي هتنجح معاكم كمان من اول مره. بما ان الكرواسون الاصلي بقى بيبقى دسم قوي، بيبقى فيه زبده كتير، لا النهارده هنعمل الكرواسون بتاعنا او المولتو بتاعنا الاقتصادي بقطعه زبده صغيره جدا للتوريق. وهقول لكم كمان على كام حاجه كده عشان ما يهبطش مننا او ان هو يحصل فيه غلطات كده بتبقى تحصل معانا. لو اول مره تشوفوني دي قناتي وانا اسمي مي. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك، ولو مشتركتوش لسه اشتركوا. هنبدا بمقادير بسيطه جدا. هنحتاج نص كيلو دقيق وعليهم معلقه خميره ومعلقتين سكر و4 معالق زيت و80 جرام زبدة للتوريق. كل الجرامات والكوبايات وكل المقادير هكتبها لكم في صندوق الوصف. اول حاجة هحط المعلقتين السكر والخميرة واقلبهم تقليبة كده. بالنسبة بقى للمية اللي احنا استعملناها مية عادية جدا من الحنفية. اقلبهم تقليبة كده. وانزل عليهم ببيضة بدرجة حرارة الغرفة. بعدين كمان هنزل عليهم بفانيليا. اديلهم تقليبة كده. وبالنسبة للمية انا استعملت من كوباية لكوباية ونص مية من الحنفية عادي خالص. كمان حطيت 4 معالق زيت. بالنسبة كمان للمعلقة اللي انا استعملتها معلقة الاكل العادية. المية احنا مش هنحطها كلها مرة واحدة لانه دقيق عن دقيق بيختلف. احنا هنحط كمية الدقيق واحنا حطينا شوية مية قبل كده. هنشوف بقى العجينة محتاجة مية قد ايه نبدأ نحط. اقلب كده بالسباتولا، ولو احتاجنا ميه زي ما قلنا هنحط. نبدا بقى كمان نحط شويه ميه ونقلب كمان شويه. بعدين بقى نبدا نعجنهم بايدينا كده. نعجن بقى حبه حلوين لحد ما العجينه تبقى ناعمه كده ومش مخرفشه وملمومه وحلوه قوي. بعد ما خلاص اتلمت معايا بقى ابدا ان انا انزلها على الترابيزه كده، وابدا ان انا اعجن شويه حلوين جدا لحد ما تلم كده. كده خلاص بقى خلصنا عجنه قد ايه ان هي طريه وناعمه كده وحلوه قوي. نبدا بقى ان احنا نحطها بوله كده ونسيبها تخمر. تخمير بقى احنا يا دوبك بس هتخمر حاجه بسيطه قوي، يعني هتزيد مره عن حجمها بس زي ما انتم شايفين كده. لان العجينه بتاعتنا بتاعت الكرواسون او المولتو من العجاين اللي هي بتحب ترتاح كل شويه، كل مرحله نسيبها ترتاح وتخمر بعدين نشتغل في المرحله التانية. مش زي عجين التانية اللي احنا هنفرد مره ونشكل وبعدين نسيبها تخمر مره واحده وندخل على طول الفرن. ابدا بقى ان انا ادهن الرخامه بتاعتي دهنة زيت، وابدا ان انا اقطعها 6 قطع قد بعض بالظبط. بعد بقى ما كورتهم كده ابدا ان انا اغطيهم بكيس بلاستيك عشان وشهم ما ينشفش. بعدين بقى اسيبهم يرتاحوا يا دوبك 3 دقايق كده، وبعدين اجيب اول واحده احنا كورناها نبدا بقى ندهن كمان دهنة زيت كده ونبدا نشتغل. وابدا بقى اجيب العجينه بتاعتي، والعجينه بقى نقلبها على الناحيه التانية، يعني اللي هي شكلها حلو كده ما فيهاش اي حاجه هتبقى يمة تحت، واللي هي من قفله ايدينا هي اللي هتبقى يمة فوق. هنشتغل العجينه دي كلها افردها بقى كده وبعدين اركنها كده في جنب ترتاح 5 دقايق وبعدين اكمل فيهم فرد. بعد ما خلصنا بقى فرد كده وسبناها ترتاح 5 دقايق ادهنها دهنة زيت، وابدا ان انا افردها بقى كوره كده شكلها حلو. واجيب بقى صينيه طبق اي حاجه تخش الفريزر، واحط كمان فيها كيس بلاستيك وادينه دهن زيت كده. بعدين ان انا ابدا احط العجينه بتاعتي فيه.
ابدا بقى ان افرد الزبده بتاعتي اللي هي بدرجه حراره الغرفه. يعني انا كنت وانا بعجن كنت مطلعاها وبعدين حطيتها شويه بس في التلاجة تمسك، عشان كانت ساحت قوي الجو حر، فانا حطيتها بس تمسك شويه صغيرين. ابدا بقى ان انا افرد التانية واحطها على العجينه اللي احنا حطينا الزبده عليها زي ما انتم شايفين كده. كده بس طبقتين بياخدوا زبدة، والطبقة التالتة الأخيرة اللي هي بتبقى بقى وش العجينة ما بنحطش عليها زبدة. أخلص الكمية بتاعتي كلها وبعدين هنشوف هنعمل فيها ايه. ندهن بقى اخر طبقة زبدة وبعدين نمسح الرخامة كويس جدا من اي بواقي زبدة او زيت، عشان الطبقة الاخيرة دي مش عايزين يكون لا فيها زيت ولا زبدة عشان ما تبهدلناش واحنا بنفردها. احط بقى اخر طبقة كده واظبطها كويس جدا عشان يكون يعني مفيش حتة ازيد من التانية، كلهم مظبوطين ومتساويين عشان ما تبهدلناش زي ما قلنا واحنا بنفرد. اعمل كمان التانية واحطها بعدين بقى اغلفهم بالكيس كويس وادخلهم الفريزر. انا بحب ادخلهم الفريزر عشان الزبدة تجمد بسرعة قبل ما العجينة تخمر، عشان العجينة لما بتخمر زيادة عن اللزوم بتبقى وحشة وتهبط مننا في الفرن. كده بعد ما العجينة خلاص الزبدة جمدت كده واتظبطت، ابدأ ان انا اجيب كرة واحدة واحط الكرة التانية في الفريزر. ابدأ بقى ان انا ارش رشة دقيق من فوق ورشة دقيق من تحت كده عشان نغطي اي زوائد زبدة طالعة من العجينة. بعدين بقى بالراحة كويس جدا واحنا بنضغط كده على العجينة نبططها كويس كده بالراحة، عشان اصلا الزبدة جامدة، فلو احنا يعني جمدنا ايدنا عليها كده ممكن نكسر الزبدة من جوه وتبقى بقى شكلها مقطع كده ومش كويس، فبالراحة كويس جدا. وفي نفس الوقت يعني واحنا بنعمل بالراحة نسرع عشان العجينة ما تسحش او الزبدة ان هي تسيح مننا وكده يعني. ابدا بقى الوش اللي شكله حلو اللي هو مفيهوش اللي هي الطبقات ديت نبدا ننزله يم تحت، نقلبه كده يم تحت، ونبدا بقى اللي هي الطبقه اللي فيها باينه ان هي الطبقات نبدا ان هي يمت فوق. ابدا بقى ان انا اجيب مسطره كده او عود اللي هو الشيش طاووق كده، العيدان الشيش طاووق، اي حاجه نحاول ان احنا نسند بها كده او نعلم بها يعني عشان نقطع مثلثات مظبوطه ومتساويه. واحنا بنفرد العجينه تكون فردينها كويس جدا، يعني لا بسمك رفيع قوي ولا بسمك سميك قوي. نبدا بقى نقطع كده المثلثات بتاعتنا ونشدها كده، نشد الشده دي وبعدين نفتح فتحه صغيره من يمة ورا كده، وبعدين نبدا واحنا بنفرد نشد واحنا بنفرد نشد عشان تبدا ان هي تعمل طبقات معاكي كتير. اخلص بقى بتاع الكميه بتاعتي كلها وبعدين ابدا ان انا اجيب التانية من الفريزر. وانا بلف كده احاول ان انا انضف اي زوائد دي احنا مش محتاجينها عشان العجينه تلزق معايا. نبدا بقى نعمل اللي احنا عملناه في العجينه الاولى، نبدا نقطعها كده نفردها وبعدين نحاول ان احنا نقطعها كلها مثلثات كده متساويه.
وكده بقى العجينة بتاعتنا كلها خلصت كده، ورصصناها في الصاج بتاعنا اللي مدهون دهن الزبدة. وبعدين بقى اسيبها تخمر يا دوبك، بس يعني حجم يتضاعف مرة واحدة. هي اصلا حجمها صغير اصلا، مش مستنيين ان احنا نسيبها وقت كبير، مش محتاجة ان احنا نسيبها وقت كبير ان هي تخمر كده بقى. كمان بعد ما خمرت ابدأ ان انا اجيب صفار بيضة وعليها يا معلقة مية يا معلقة لبن ورشة قهوة سريعة الذوبان. احنا ما بنسيبهاش تخمر قوي، ليه بقى؟ عشان واحنا بندهنها كده الدهنة دي احنا ايدينا غصب عنها تقيلة، يعني غصب عننا تقيلة، فاحنا بندهنها ممكن نتك قوي على العجينة فتهبط مننا، فاحنا مش عايزينها تهبط. فاحنا ندهنها كده ونركنها بس 5 دقايق على ما نولع الفرن كده ونسخنه. احنا اصلا مخمرينها حاجة بسيطة ماشي. بعدين بقى بعد ما ندخلها على درجة حرارة من 170 ل 180 من تحت على الرف الوسطاني، هنسيبها بقى ومش هنفتح بقى عليها ولا نعمل فيها اي حاجة. ما نقعدش نفتح عليها ونحركها من مكانها عشان العجينة ما تهبطش وتبقى هي والصينية حتة واحدة. وبعد بقى ما تستوى هي لو احتاجت ان هي نشغلها الشواية هنشغلها، لكن من صاد الفرن بتلاقيها احمرت شوية. وبعد ما بتطلع من الفرن على طول بكون مجهزة بخاخة مية كده ابخها على طول، وبعدين اغطيها بكيس بلاستيك بقى واسيبها تبرد براحتها كويس جدا. الطريقة دي من اسهل وانجح الطرق اللي ممكن نعمل بها كروسون كده او المولتو واحنا مغمضين، يعني هتنجح معاكي وهتطلع مظبوطة معاكي ومش هيبوظ ابدا. كده بقى خلاص، كده بقى ندوق بقى ونشوف الشوكولاته بقى كده سايحه. بالنسبه للشوكولاته اللي انا استعملت ماركه سما. لو احنا في الشتاء هنستعمل اللي هي النوتيلا العادي تفضل محافظه على قامه، لكن احنا اصلا في الصيف احنا بنجيبها القالب كده بتبقى هي سايحه اصلا.